اول شغلي خالص واول فلوس اكسبها تقريبا من الانترنت كانت عن طريق حاجه اسمها جوجل ادسنس. كان عندي ويب سايت وعملته، كان منتدى وحطيت فيه اعلانات من جوجل ادسنس بحيث اي حد يدوس على الاعلانات ديت ابتدي انا اكسب فلوس. بعد كده رحت عملت ايه، بقيت كل يوم ادخل ادوس مرتين، مره الصبح ومره بالليل على الاعلانات بتاعتي عشان اكسب دولارات اسرع. هي دي اول حاجه جت في بالي يعني. بعد ما عملتها وفي ظرف اسبوع اسبوعين اكونتي اتقفل بتاع ادسنس، وفضلت سنين حرفيا احاول اعمل اكونت تاني. فنصيحه مني، حاول دايما الموضوع يبقى وين وين سيتويشن، انتوا الاثنين كسبانين. البلاتفورم كسبانه ان المعلن بتاعها اللي بيدفع عليها فلوس عشان يعلن عند ناس عشان حد يجي ويشتري منه منتجات مبسوط، فهي مبسوطه وهي كمان بتديك فلوس فانت مبسوط. انما فكره ان هي وين لوز، ان لا هم يخسروا وانا اكسب، صدقني العلاقه ديت عمرها ما هتبقى مستقره، وعمرها ما على المدى البعيد هتعمل لك فلوس كويس. ودايما دايما دايما اكونتك هيتقفل، يا اما مش هتاخد فلوسك يا اما الشركه مش هترضى تديها لك، حاجه من الحاجات دي هتحصل. ممكن الموضوع يكمل على فكره فتره صغيره، بس صدقني لن تزيد عن فتره صغيره. فحاول من الاول تتعلم صح، حاول من الاول انت والطرف اللي شغال معاه انتوا الاثنين يبقى عندكم نفس الهدف المشترك، ان شاء الله تكسب فلوس كويسه في المستقبل. ولو بقى محتاج مساعده في الوصول لاول دولار ليك اونلاين، ابعت لي رساله او ادخل على اللينك دوت وخليني اساعدك.